السلام عليكم. موضوع مهم كثير اللي هو سرقة كبال الكهرباء وتخريب العمدان أو الأعمدة الحديد والأعمدة الخشبية. يعني تكررت السلاف كثير، ورغم انه دول بدها تمدنا بالكهرباء مشان توصل الكهرباء لأغلب مناطق سوريا، عم بيصير في تخريب متعمد مقصود من بعض ضعاف النفوس. وبعيد من هون بعيد من هون المرجفين والمستفيدين من انقطاع التيار الكهربائي. فلذلك هاي التصرفات مش مقبولة أبدا. لازم تتعامل معهم الدولة لهذول الأشخاص كأنهم فلول نظام، لأنهم هذول بالفعل عم بيأثروا على كثير من الناس اللي الناس عم تتمنى توصلها الكهرباء بأسرع وقت، لأنه تعبت الناس كثير ومش كل الناس معها مصاري تجيب بطاريات وانفرترات وهالمسائل هاي ولوحات وألواح طاقة شمسية مشان انه تعوضهم عن الكهرباء الطبيعية والنظامية اللي لازم تيجي عن نتيجة على العمدان الكهربائية. بنقول استحوا حالكم، وإذا ما استحيتوا حالكم راح يكون في ضرب بيد من حديد عليكم، لأنه بالفعل أنتم جماعة بعيد منهم ما بتستحوا بالمطلق، لا في خجل لا في حياة لا في دين لا في ضمير عندكم. عم تقطعوا الكهرباء على كثير ناس محتاجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بدها ذوق وبدها صحوة ضمير منكم إذا عندكم ضمير بالأساس، ولازم تتعاقبوا بأشد العقوبات، وهذا برسم الحكومة الجديدة وإدارة الأمن العام. السلام عليكم.